السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثاني الإعدادي. أنا معاكم مستر عمرو عبد العليم مدرس الدراسات الاجتماعية. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، والنهاردة إن شاء الله هنكمل باقي حل محافظات السنين اللي فاتت، والنهاردة هناخد محافظة جديدة وهي محافظة الجيزة، إدارة كرداسة التعليمية. أنت دلوقتي ممكن تحل المحافظة دي لوحدك، وبعد كده لما تحلها لوحدك تدخل وتشوف الفيديو ده وتتأكد من الحل بتاعك. ولكن قبل ما تبدأ الفيديو ده ادعمنا باللايك للفيديو ده وكومنت وشيره مع اصحابك عشان كل الناس تستفاد. اولا كده في الامتحان ده بيقول لي كده امامك خريطه صماء للوطن العربي. رقم واحد قال لي رقم واحد اهي، ودي طبعا موجوده في وسط شبه الجزيره العربيه، يبقى هضبه ايه وانت مغمض عينيك؟ هضبه نجد. رقم اتنين بيقول لي اقليم مناخي. بص كده المربع الصغير ده والمثلث الصغير ده قال لك دي في جنوب غرب شبه الجزيره العربيه، وطبعا احنا قلنا في الجنوب شبه الجزيره العربيه هيبقى اسمه اقليم مداري، وركز في الحته دي كده عشان بتلخبط بعض الطلاب، ركز فيها. رقم ثلاثة بيقول لي كده دوله. بص كده ثلاثة اهي، يبقى وانت مغمض عينيك يبقى دوله ايه؟ موريتانيا على طول وانت مغمض عينيك. رقم أربعة بيقول لي البحر، أربعة فوق خالص أهو، يبقى البحر المتوسط. رقم خمسة بيقول لي مضيق، المضيق ده فوق مش تحت، يبقى مضيق هرمز. رقم ستة بيقول لي سلاسل جبلية، طبعا احنا قلنا هنا مفيش غير هي واحدة بس اللي احنا أخدناها وهي سلاسل جبال أطلس. السؤال التاني بيقول لي كده صح أو غلط. رقم واحد بيقول لي يقع مضيق هرمز تحت إشراف عربي خالص، هقول له طبعا الإجابة خاطئة لأن هو مضيق اسمه مضيق باب المندب. رقم اتنين بيقول لي من الجبال الانكسارية في الوطن العربي جبال زاجرس. جبال انكسارية يبقى جبال زاجرس، هقول له طبعا غلط، أمال بدل إيه؟ ممكن دلوقتي أشيل زاجرس دي وأكتب مثلا جبال الشام. رقم ثلاثة بيقول لي ترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء، طبعا صح. بعد كده بيقول لي تتدرج حشائش السافانا في الطول على حسب كمية المطر، طبعا هتكون صح. بيقول لي تؤثر الصراعات والحروب في عدد السكان وكثافتهم، طبعا الإجابة صحيحة لأن بيتقتل أعداد كبيرة منهم وبيتنقلوا من مكان للتاني. السؤال اللي بعد كده يا ولاد بيقول لي كده الأهمية الاقتصادية لأشجار الصمت، طبعا هقول له كده يستخرج منها الصمغ العربي، دي كده الأهمية الاقتصادية بتاعتها، يبقى يستخرج منها الصمغ العربي. رقم اتنين بيقول لي كده ارتفاع الكثافة السكانية في مناطق التعدين واستخراج مصادر الطاقة، طبعا هنا هقول له بسبب ارتفاع الدخل، يعني فلوس كتير يعني، أو يبقى ارتفاع الدخل. وتاني واحدة هقول له بسبب توافر فرص عمل، يبقى ارتفاع الدخل وتوافر فرص الايه؟ توافر فرص العمل. طيب بعد كده بيقول لي تنتشر الغابات المعتدلة فوق منحدرات الجبال شمال الوطن العربي. طيب الغابات المعتدلة دي موجودة فين؟ موجودة في الإقليم البحر المتوسط. طيب هقول له كده بسبب غزارة الأمطار لأنها بتكون معتدلة، يبقى أقول له إيه؟ هقول له كده لأن الغابات المعتدلة بتقع ضمن إقليم إيه؟ هقول له كده إقليم البحر المتوسط. طيب وبتكون عاملة إزاي؟ هقول له كده غزارة الأمطار، وكمان هكتب له كده معتدلة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي كده اكتب ما تشير إليه كل عبارة. الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، طبعا هكتب له كده هيبقى اسمه موقع فلكي. طيب بعد كده بيقول لي مناخ بعيد عن تأثير المسطحات المائية كالصحاري، طبعا هختار هقول له كده المناطق اللي هي الداخلية أو القارية، يبقى مناطق إيه؟ داخلية. بعد كده بيقول لي الزيادة الناتجة عن الفرق ما بين عدد المواليد وعدد الوفيات، هتبقى زيادة ايه؟ زيادة طبيعية، يبقى زيادة طبيعية. بعد كده بيقول سهول كونتها الرياح، والله ما انت مكمل، ادام قال رياح كده يبقى سهول صحراوية. خمسة بيقول لي أودية كانت تجري بها المياه ثم جفت، ايه ده هو هيلقى اصلا، يبقى أودية أو يبقى أودية جافة. كده نكون خلصنا الجغرافيا، نخش بقى على التاريخ يا ولاد كده. واول حاجه بيقول لي كده بدات رحله الاسراء والمعراج من المسجد إيه الى المسجد إيه؟ هقول له كده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تاني حاجه ثالث الخلفاء الراشدين، وبيقول لي كده ومن العشره المبشرين بالجنه هيبقى عثمان بن عفان، او عثمان بن عفان.
طيب قائد معركة نهاوند يبقى النعمان، جدع، يبقى هو النعمان ابن مقرن. طيب قال لك بعد كده بقى نقل علي بن ابي طالب مقر الخلافه ومقر الدوله الاسلاميه من المدينه الى، هقول له الكوفه، والكوفه دي اللي هي موجوده فين؟ موجوده بالعراق. طيب من هو خادم السيده خديجه الذي رافق الرسول؟ ادم رافق الرسول وخادم السيده خديجه يبقى كان اسمه ميسره، اهو يبقى ميسره. ابن عم السيده خديجه وكان على دين ابراهيم وعالما بالانجيل هيبقى ورقه ابن نوفل، اهو يبقى ورقه ابن نوفل. طيب اول من اسلم من الموالي، والقرار الثاني يا اولاد هقول له كده زيد بن حارثه، يبقى زيد ابن حارثه. طيب زعيم المنافقين بيقول لك كده رجع بتلت الجيش، هقول له كده يبقى عبد الله، اهو يبقى عبد الله ابن ابي ابن سلول، ده كده كان زعيم الايه؟ زعيم المنافقين ورجع بتلت الجيش. النظام السياسي السائد في شبه الجزيره العربيه هيبقى النظام القبلي، اهو يبقى النظام الايه؟ قبلي. طيب بيقول لي كده ادعى ابو لهب النبوه بعد وفاه الرسول، هقول له لا مش ابو لهب، امال مين؟ مسيلمه الكذاب. بعد كده بيقول لي كان الرسول يخرج الى غار ثور، لا مش ثور، هتبقى غار ايه؟ غار حراء. بعد كده بيقول لي جمع القرآن الخليفة عثمان بن عفان، لا طبعا مش عثمان، ادم جمع القرآن بس ما قالكش في مصحف واحد يبقى ابي بكر الصديق. بيقول لي كده يرجع الفضل في انشاء البحرية الاسلامية الى الخليفة مين؟ طبعا ومن غمض عينيا هقول له كده الخليفة عثمان بن عفان. تم فتح نقط عام 28 هجريا على يد عبد الله بن سعد بن ابي السرح، 28 يبقى افريقية. طيب غادر قيصر الروم بلاد الشام بعد موقعة نقط، هتبقى كده موقعة اليرموك. طيب بيقول لي كده أثار نقط الفتنة بين المسلمين في نهاية عثمان بن عفان، هقول له عبد الله ابن سبأ. طيب نيجي بقى المحافظة الثانية يا ولاد، بيقول لي كده محافظة الجيزة ولكن إدارة أوسيم التعليمية. رقم واحد بيقول لي كده جبال، بص كده الجبال دي بص كده عندي العراق بالظبط، فاقول له كده جبال ذاجروس، يبقى ذا جروس. رقم اتنين المحيط، حط ايدك اليمين كده اهي، يبقى مش الهندي، الشمال كده طب اهي، طيب يبقى صح كده الاطلنطي، يبقى اهو الاطلنطي. رقم ثلاثة اقليم مناخي، ده جنوب السودان يبقى مداري. رقم أربعة بيقول لي كده هضبة، الهضبة دي موجودة فين؟ موجودة في الجنوب اهي، يبقى اقول له هضبة ايه؟ هقول له كده هضبة حضرموت، يبقى حضر موت. طيب السؤال اللي بعد كده يا اولاد بيقول لي كده اهميه الحدود الطبيعيه للوطن العربي. طيب الحدود الطبيعيه للوطن العربي دي زي مثلا البحار والمحيطات والحاجات دي كلها. طيب فاقول له دلوقتي لما بقى عندنا حدود طبيعيه كويسه، فاقول له كده احتفاظ الوطن العربي بالشخصيه العربيه المميزه، يبقى احتفاظ اهو الوطن العربي الشخصيه عربيه مميزه. تاني واحد هقول له كده وكمان اتصاله بالعالم الخارجي، يبقى اتصاله بالعالم الايه؟ بالعالم الخارجي. طيب رقم اتنين بيقول لي كده اختلاف انماط السكان في الوطن العربي. طيب هقول له طبعا السؤال ده بسبب ايه؟ بسبب اختلاف البيئات التي وهبنا لها الله، يبقى اقول له بسبب ايه؟ اختلاف البيئات التي وهبنا لها الله، التي وهبنا لها مين؟ الله. طيب وكمان اختلاف السكان اهو، واختلاف السكان فيؤدي الى اختلاف مين؟ او اختلاف انماط السكان، يبقى بسبب اختلاف الايه؟ البيئات التي وهبنا لنا الله. الاهميه الاقتصاديه للغابات المداريه، طبعا الاهميه الاقتصاديه للغابات المداريه بيكون فيها كده واحد حاجه اسمها اشجار الصمت، طبعا هكتبها اهو تمام، واقول له كده ان بيستخرج منها الصمغ العربي، يبقى يستخرج منها ليه؟ الصمغ العربي. ودي كده كانت الاهميه الاقتصاديه للغابات المداريه. صح وغلط؟ بيقول لي كده تعتبر جبال اطلس من الجبال الالتوائيه. طيب دي كده طبعا هتبقى الاجابه صحيحه. تتركز السكان في المناطق الرعويه، طبعا اجابه خاطئه. تقع جزر القمر في المحيط الهندي، تمام. شمال دائره الاستواء؟ لا، جنوب دائره الاستواء. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي كده تجري انهار
في السهول التي تنحصر بين جبال الشام مثل نهر ايه؟ هقول له طبعا كده هيبقى نهر الليطاني اللي موجود في لبنان. تنمو الغابات المعتدلة فوق منحدرة ايه؟ أطلس ولا البحر الأحمر ولا عسير ولا اليمن؟ لا هكتب له كده هقول له مرتفعات أطلس. طيب تؤثر العوامل البشرية في توزيع السكان بالوطن العربي ومنها قال لك بشرية. طيب أنشطة اقتصادية بشرية؟ اه طبعا. طيب تضاريس؟ لا. مناخ؟ لا. طيب موارد مياه؟ اه. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما العلاقة ما بين، بص بقى السؤال ما العلاقة دي احنا اتفقنا ان احنا هنحله ازاي؟ كتل جبلية اهي وكمية المطر. حلو الكلام؟ تمام. هنقسم الاثنين وهنشوف ايه المتشابه ما بين الاثنين دول. بص يا سيدي، بالنسبة للكتل الجبلية وكمية المطر، الكتل الجبلية دي هي التي تؤثر في كمية المطر، يبقى دي أول حاجة هكتبها. يبقى أقول له إيه؟ الكتل الجبلية تؤثر في كمية المطر. طيب تاني حاجة قال لك إن الكتل الجبلية دي تمام عندما تصطدم، قال لك كده لما بتصطدم الرياح بتكون محملة ببخار الماء، تمام كده بتصطدم بالإيه؟ بالجبال. طيب فقال لك كده فتسقط الامطار. طيب قال لك بقى بتكون غزيره في الاماكن اللي في الاماكن المواجهه للبحر، يبقى بتكون ايه؟ امطار غزيره في المواجهه المقابله للبحر. طيب انما المناطق الداخليه قال لك بتكون جافه. دي كده العلاقه ما بين الاثنين، يبقى كميه المطر والكتل الجبليه، الكتل الجبليه دي بتؤثر في كميه المطر. طيب ازاي؟ هقول له كده عندما تصطدم الرياح بالمحمله ببخار الماء بالجبال فتسقط الامطار بتكون غزيره في الاماكن الايه؟ المواجهه للبحر. طيب وعندما تاتي للداخل تكون جافه او شبه جافه. طيب رقم 2 المناخ وتوزيع السكان. هشوف ايه المترابط وايه المتشابه ما بين الاثنين دول. طيب فتوزيع السكان دلوقتي قال لك من ضمن العوامل الطبيعيه اللي بتؤثر في توزيع السكان قال لك المناخ. طيب يبقى دلوقتي توزيع السكان ده في حاجه اسمها عوامل طبيعيه تؤثر في توزيع السكان ومنها مين؟ المناخ. فبيقول لك دلوقتي في المناطق التي يوجد بها ارتفاع في درجه الحراره وجفاف، يبقى حراره زائد جفاف قال لك كده تقل السكان. طيب انما بقى في المناطق اللي بيوجد فيها حاجات او حراره بتكون بقى مناخ معتدل، هقول له كده ايه اللي بيحصل؟ هقول له كده يتركز السكان. تالت حاجه بيقول لي الانهار والسهول الفيضيه. ايه العلاقه ما بين الاثنين؟ هقول له طبعا لان السهول الفيضيه دي بتتكون عن نتيجه الانهار، لان السهول الفيضيه دي بتكون موجوده فين؟ بتكون موجوده على جانبي الانهار. اللي بعد كده بيقول لي اوديه كانت تملؤها المياه ثم جفت، هقول له طبعا اوديه جافه، يبقى اسمها ايه؟ اوديه جافه. يقول لي كده الزياده الناتجه عن الفرق بين معدل المواليد والوفيات، دي طبعا بسميها كده زياده طبيعيه. طيب بيقول لي كده في التاريخ بقى اشار على الرسول ان يعسكر عند اقرب بئر من ابار بدر. ده كان اسمه ايه؟ ده كان اسمه الحباب ابن المنذر. يبقى هو الحباب ابن المنذر. طيب شارك الرسول في كل غزواته ما عدا غزوه بدر ده عثمان بن عفان. عثمان ابن عفان. طيب كلفه الرسول بتتبع اخبار المشركين، طبعا ده اثناء الهجره فهيبقى عبد الله بن ابي بكر. يبقى عبد الله ابن ابي بكر. طيب دلل تاريخيا كان للعرب قبل الاسلام اخلاق حميده. فهنا دلوقتي عايز نقول له ايه هي الاخلاق الحميده اللي كان العرب بيتصفوا بيها؟ هقول له مثلا يعني زي الشجاعه، زي مثلا الكرم، زي مثلا الوفاء بالعهد مثلا حمايه الجار. فأقول له حيث كان العرب يتصفون ببعض الأخلاق الحميدة زي الشجاعة والكرم والوفاء بالعهد وحماية الجار. رقم 2 بيقول لي احترم الإسلام آداب الحرب التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية الحالية. طبعا ده من السؤال كده تحس ان السؤال مجعلص كده وانت مش عارف تعمل ايه. هقول لك لا، لان السؤال دلوقتي احنا خدنا آداب الإسلام في الحرب، فهكتب له ايه؟ آداب الإسلام في الحرب. هقول له كده ايه؟ يبقى عدم قتل النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ. طيب رقم 2 عدم حرق الزرع ولا النخل. رقم 3 هقول له كده عدم التعرض للرهبان. طيب رقم 4 عدم الإغارة ليلا حتى لا تروع النساء ولا الأطفال. يبقى اكتب له احترام
يبقى هكتب له آداب الإسلام في الحرب. رقم 3 بيقول لي كده أقر الرسول مبدأ التعايش مع الآخر. إيه الدليل بتاعك؟ هقول له كده لأن الرسول تمام عمل حاجة اسمها إيه؟ صحيفة المدينة. طيب تمام، وقال لك كمان إن مبدأ التعايش مع الآخر ده هيحدد الحقوق تمام وكمان الواجبات، سواء خارج المدينة، يبقى خارج المدينة أهو، أو داخل المدينة ما بين الأفراد يعني. تاني حاجة صحيفة المدينة، وهم طبعا عمل بند خاص باليهود، طيب اللي هو دستور المدينة يعني. طيب قال لي بقى لليهود دول انتم هتقعدوا معانا عادي جدا تمام، يبقى ابقى على مين؟ ابقى على اليهود. طيب مقابل ايه بقى؟ قال لك كده مقابل الدفاع عن المدينة. يبقى مقابل الايه؟ مقابل الدفاع عن المدينة، يبقى ابقى على اليهود المدينة تمام في صحيفة المدينة اللي هو دستور المدينة، وقال لك كده هأمنهم على أرواحهم وأموالهم ودور عباداتهم مقابل الدفاع عن ايه؟ عن المدينة، يعني دفعوا مع الرسول، ولكن طبعا اليهود احنا اتفقنا اللي هم غدارين وملهمش أمان. بيقول لك كده صوب ما تحته خط. بعد وفاة عبد المطلب جد الرسول كفله عمه أبو طالب، لا أبو لهب، كفله عمه أبو لهب، أقول له لا أبو طالب. اللي بعد كده بيقول لي كده استخلف الرسول أبو بكر الصديق على المدينة في غزوة تبوك، هقول له لا ده علي بن أبي طالب، يبقى علي بن أبي طالب. طيب بيقول لك كده اكتب ما تدل عليه كل عبارة. حصن فتحه عمرو بن العاص في مصر، ده كان حصن بابليون. طيب بيقول لك كده الغار الذي كان يتعبد فيه الرسول، هقول له كده غار حراء. طيب عاصمة الفرس التي دخلها المسلمين تمام في عهد الانتصار في القادسية، هقول له كده مدينة المدائن. طيب ما النتائج المترتبة على عمل الرسول بحرفة الرعي، هقول له كده اكتسب بعض الصفات زي مثلا التواضع مثلا، يعني كمان الرحمة وكمان الشجاعة وكمان الصبر. اللي بعد كده بيقول لي كده انتصار المسلمين في معركة اليرموك، ما النتائج المترتبة عليها؟ هقول له كده أدى إلى مغادرة قيصر الروم الشام، وهزيمة مين؟ وهزيمة طبعا الرومان. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي كده ما أسباب اختيار أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين؟ بص يا سيدي، أولا كده لأنه أكبر الصحابة سنا. رقم 2 شارك الرسول في كل غزواته، جعله الرسول إمامة للمسلمين. قال لك شارك بكل أمواله في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. قال لك دي كانت من ضمن الأسباب اللي خلت أبي بكر الصديق إن هو يبقى خليفة للمسلمين. طيب اللي بعد كده بيقول لك ما رأيك في دور المسجد في الإسلام؟ طبعا رأيك ده مش هيكون رأيك أنت، أمال هيكون رأي إيه؟ هيكون طبعا رأي الكتاب. رأيك في دور المسجد في الإسلام إنه كان مقر للحكم، مقر للإيه؟ للحكم، وكمان دار للعبادة. طيب وكمان مدرسة عشان يتعلموا فيها مبادئ الدين الإسلامي، يبقى مبادئ الدين الإيه؟ مبادئ الدين الإسلامي. طيب السؤال اللي بعد كده يا ولاد بيقول لي كده قارن ما بين السرايا والغزوات من حيث بقى من حيث الأهداف. طيب قال لك إن السرايا دي كانت بهدف إضعاف قوة قريش الاقتصادية، يبقى أقول له إيه؟ هقول له كده إضعاف، يبقى أهو إضعاف قوة قريش الاقتصادية. طيب وقال لك كمان عشان تكف عن كيدها وعدائها لمين؟ للرسول، لأنها كانت كيادة جدا قريش دي. طيب تاني حاجة بقى بيقول لك كده الغزوات، قال لك إن الغزوات دي الهدف بتاعتها لنشر الدين الإسلامي والدفاع عنه، يبقى أقول له كده لنشر الدين الجديد والدفاع عنه. ودي كده كانت تاني محافظة معانا وهي محافظة الجيزة. لو عجبك الفيديو اعمل له لايك دلوقتي واعمل كومنت وقول لي فيه رأيك، وقول لي دلوقتي بعد ما حليت الامتحان بتاعك قول لي جبت كام من 20. ولو لسه أول مرة بتشوفني فأنا مستر عمرو عبد العليم مدرس الدراسات الاجتماعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.